ندخل بعد كده على قصة جديدة، وهي العدوان الثلاثي على مصر سنة 56. 3 دول جايين يحتلوا مصر. ايه ده مستر؟ 3 جايين يحتلوا مصر؟ ده انا 3 على واحد مش رجولة. اقول لك روح قول له 3 جايين يحتلوا مصر: بريطانيا، فرنسا، اسرائيل. كل واحدة من دول كان ليها سبب ان هي تيجي تحتل مصر. فرنسا بسبب ان مصر وقفت جنب الجزائر اللي اصلا فرنسا كانت محتلاها. انجلترا بسبب الدرس الاولاني، تأميم قناة السويس، ان احنا اخذنا منهم وحولنا قناة السويس لإدارة مصرية. اسرائيل بسبب ان الشعب المصري لسه من شوية كان واقف جنب الشعب الفلسطيني. وده ال3 اسباب بتوع ال3 دول انهم يجي يحتلوا مصر. طب وبعدين يا مصر ايه اللي حصل؟ هقول لك بريطانيا وفرنسا انجزوا بعض ودخلوا احتلوا بورسعيد. اسرائيل راحت احتلت شبه جزيرة سيناء. طب مستر ثواني، هم هيقدروا ان هم يحتلوا مصر؟ هقول لك لا، هيفشل وهيطلعوا بره. طب مستر ايه الاسباب اللي خلت ان هم يفشلوا؟ اول حاجه ان الجيش والشعب المصري وقفوا مع بعض بايد واحده. تاني حاجه ان الشعوب العربيه ما سابتش مصر لوحدها ووقفت معاها. بعد كده ان الامم المتحده والاتحاد السوفيتي الاثنين هددوا وقف العدوان، وبكده فشل العدوان الثلاثي. ويا مصر بعد كده اللي حصل؟ ساعتها انسحبت اسرائيل من سيناء وانسحبت بريطانيا وفرنسا من بورسعيد. وهنا الشعوب العربية أدركت إن في خطر كبير عليها. فإيه اللي حصل يا مصر؟ ساعتها مصر وسوريا قالوا نبقى إيد واحدة ونتحد مع بعض، وحصلت وحدة ما بين مصر وسوريا سنة 1958. أي نعم ما قعدتش كتير، قعدت 3 سنين واتفشكلت خالص. نغير قصتنا وندخل في قصة جديدة، وهي العدوان الإسرائيلي على مصر سنة 1967. إسرائيل ما كانتش سالكة لمصر من ساعة ما فشل العدوان الثلاثي، وكانت معبية لمصر وقالت أنا مش هسيبك يا مصر. وهنا إسرائيل هتبدأ إن هي تفكر إن هي تحتل مصر. ليه يا مصر؟ أولاً عشان تقضي على قوة مصر، وهتحاول على قد ما تقدر إن هي تاخد مصر والجيوش العربية وتديهم على وشهم. ليه يا مستر؟ علشان الجيوش العربية ومصر ما كانوش مستعدين لأي حرب أصلاً، فبالتالي قالت أنا هدخل أحتل مصر. فالمهم عملت يا مصر، هقول لك جابتها بشكل غير مباشر. ازاي؟ اسرائيل نكشت مصر. ازاي يا مصر نكشت مصر؟ حطت القوات بتاعتها على حدود سوريا. كده مصر ايه علاقه مصر بسوريا؟ هقول لك ما هو كان في وحده ما بينهم. طب يا مصر ما الوحده دي اتفشكلت. هقول لك بس في اتفاقيه ما بينهم اسمها اتفاقيه الدفاع المشترك، فلازم مصر تقف جنب سوريا. فالمهم بدات مصر تبعت قواتها على شبه جزيره سيناء، وراحت مصر قفلت خليج العقبه. ليه يا مصر؟ وده سؤال مهم، علشان خاطر مفيش مساعدات توصل لإسرائيل، يبقى لإحكام الحصار الاقتصادي على إسرائيل. الصبح يوم 5 يونيو 1967 والمصريين نايمين، مرة واحدة صحوا. في إيه؟ إيه الضرب ده؟ ومن هنا إسرائيل بدأت إن هي تضرب المطارات المصرية، واحتلت 5 أماكن: غزة والقدس وسيناء، ضفة غربية وجولان اللي موجودة في سوريا. دي نتائج حرب 67 إن إسرائيل استولت على 5 أماكن دولت. طب مستر ثواني، هي الجيوش العربية اتهزمت ليه؟ هقول لك عشان عندي كده سبب. واحد ماسك المسدس والتاني ماسك سكينة. مين اللي هيكسب؟ يبقى ده أول سبب. التفوق العسكري كان لصالح إسرائيل، وخاصة في السلاح الجوي الطيارات. تاني حاجة إن إسرائيل بتساعدها أقوى دولة في العالم اللي هي الولايات. تالت حاجة إن الجيش المصري ما كانش مستعد ولا كان عنده استعداد إن هو يدخل حرب أصلا. رابع سبب وإن إسرائيل استغلت إن مصر نايمة وراحت ضربت المطارات المصرية، وده استخدام عنصر المفاجأة. شبه ما انت كده لما تكون قاعد مرة واحدة ويجي واحد يضربك على قفاك، فبالتالي هو كده من الآخر حط عليك من قبل ما يدخل العركة. وده اللي حصل بالظبط. بعد ما هزمت الجيوش العربية في حرب 1967 واتهزمت مصر، مجلس الأمن طلع قرار مهم اسمه 242. القرار ده بيقول ايه؟ انهاء الحرب، مفيش عراك هنا، محدش هيتعارك هنا، وان كل دولة وكل طرف هيحترم الطرف الثاني، وان انت يا اسرائيل هتنسحبي من الاراضي اللي انت احتلتيها في 67. طب وبعدين يا مصر؟ هل اسرائيل وافقت؟ اسرائيل قالت لك انا ما بسمعش كلام حد، انا مش هسمع كلامك، انا هعمل اللي انا عايزاه وهفضل محتليه الاماكن دي. مصر اقول لك مصر وافقت، ولكن ما تنفذش قرار 242 عشان اسرائيل ما بتكبرش لحد. ومن هنا مصر أدركت إن محدش هيجيب لها حقها، وإن هي لازم تاخد حقها بإيديها. فمصر قالت أنا هبدأ إن أنا أجهز الجيش عشان آخد حقي بنفسي. دخلت مصر
في مرحلتين، مرحله الصمود والتصدي ومرحله الاستنزاف. نتكلم عن الصمود والتصدي. مصر استطاعت ان هي تهزم الجيش الاسرائيلي وتمنعه ان هو يدخل مدينه بور فؤاد في معركه اسمها معركه راس العش. اطلعي بره اسرائيل، وقدرت ان هي تطلعها. تاني حاجه ان مصر بدات ان هي تضرب مدمره مشهوره جدا لاسرائيل اسمها المدمره ايلات. بدات مصر تحدف الصواريخ ودمرت المدمره ايه، وده كده الصمود والتصدي. تاني مرحله مرحله الاستنزاف. يعني ايه يا مستر كلمه استنزاف؟ استنزاف ان انا احاول ان انا اضعف في اللي قدامي لغايه ما يبقى ضعيف واقوم حاطط عليه او اضربه من تحت لتحت لغايه ما الاقيه ان هو خلاص ما فيهوش نفس واديه الضربه الجامده. وده اللي عملته مصر بالظبط. وهنا مصر عملت حاجتين في حرب الاستنزاف. اول حاجه بنت حائط صواريخ مترص جنب بعضه علشان تمنع اي طياره اسرائيليه ان هي تدخل لمصر. اي طياره اسرائيليه جايه تدخل لمصر صاروخ وقعها على طول في ثانيه الا ثانيه. دي اول حاجه. تاني حاجه مصر بدات ان هي تضرب على اقوى خط دفاع في العالم. ايه ده مصر اقوى خط دفاع في العالم؟ ده اللي اسرائيل اللي كانت بتقوله، وهو خط بارليف. بدات ان مصر تضرب على خط بارليف، وعلشان كده مين حبيبه اسرائيل؟ الولايات اتدخلت وطلعت مبادره اسمها مبادره روجرز. ايه هي المبادره دي؟ نوقف اطلاق النار. يا مصر ما تضربيش على اسرائيل، ونبدا ان احنا نحل الموضوع ما بيننا بالكلام. عندي ضابط مشهور جدا استشهد في حرب الاستنزاف وهو الفريق عبد المنعم رياض. وبكده بعدها على طول توفى الرئيس جمال عبد الناصر، وهيتولى الرئيس محمد أنور السادات. ومن هنا هتبدأ قصة كفاح جديدة ضد إسرائيل، وهتبدأ مصر إن هي تاخد بحقها في حرب أكتوبر 1973، وإزاي ضربت إسرائيل، وإزاي إحنا كمصريين رجعنا رجوليتنا ورجعنا أرضنا وأخدنا بحقنا. وإحنا عارفين إن المصري عمره ما بيسكت عن حقه، وده اللي هنشوفه مع بعض الحصة اللي جاية. سلام.